أسعد الله مساءكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها كالعادة بأبرز العناوين. بساتين تسنية تسهم لسد حاجة السوق. حماية التربة والمياه في مدينة نوفا. توسع التعليم في شعب. إطلاق نار بين القوات المغربية ومقاتلي البوليساريو. بومبيو يبحث مع ماكرون في باريس الأفعال التركية. ومنظمة الصحة ترحب بالأنباء المشجعة عن اللقاحات وتدعو لعدم التلاقي مع الوباء. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. تساهم بساتين مديرية تسنية لسد حاجة السوق من الخضر والفاكهة وخلق فرص العمل. وأوضح مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية السيد إدريس أحمد وجود مساحة 1000 هكتار تنمى بالزراعة المروية، أغلبها من الخضروات والفواكه، ومساحات محدودة من الموز والليمون والبرتقال. وأشار إلى تقديم وزارة الزراعة الدعم المهني والسماد والمبيدات للدفع بالأنشطة الزراعية. وذكر بأن مصاعب المزارعين تتمثل في التسويق لعدم وجود أرضية لإيصال منتجاتهم إلى المستهلك مباشرة، ويتعرضون لاستغلال التجار. ودعا لتعطيل المزارعين في الجمعيات المقامة على مستوى المديرية والأقليم لإيجاد حل لمصاعبهم بالتفاهم مع الجهات الحكومية واتباع إرشادات المهنيين الزراعيين. أفاد سكان مدينة نوفا بأن أنشطة حماية التربة وحفظ المياه التي يقومون بها منذ 4 أشهر تفعل استقرار البيئة ورفع الإنتاج الزراعي. وأوضح سكان بيان ومعو وأبيلو أن العمل الذي يقومون به في الأراضي الزراعية والجبال والجيوب الجبلية أدى لاستقرار التربة التي كانت تنجرف. وذكروا أن السدود المشيدة بدعم حكومي ساهمت لحل مشكلة مياه الشرب والسقي وتنمية المياه الجوفية، وتعمل أنشطة بناء المدرجات والحواجز المائية في مساقط المياه لحماية السدود من الطميم. وأشار السكان إلى عملهم أيضا لصيانة طرق نوفا فعبت ونوفا أجرا ونوفا أدوبحم. وقال مسؤول مكتب وزارة الزراعة في مدينة نوفا السيد محمد علي جابر أن النفير الذي يقوم به كان فاعلا لإجرائه بعد دراسات. قال مسؤول التعليم في مديرية الشعب الأستاذ موسى آدم أن نتائج مرضية تحققت من جهود توسع الخدمات التعليمية في المديرية. وأوضح أن المدارس كانت قليلة وفي أماكن محدودة غداة الاستقلال، ونتيجة للجهود الحكومية والشعبية وصلت إلى 22 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وذكر أن عدد الطلاب الذي لم يتجاوز 100 بداية الاستقلال ارتفع إلى 4400 طالب. وأشار إلى العمل الجاري لمحو الأمية والمشاركة المتساوية للمرأة، داعيا لحل إشكالية حياة الترحال الرعوية للدفع بالعملية التعليمية. وشدد على ضرورة مضاعفة الجهد للدفع بالإنجازات التي تحققت. تم حل مشكلة مياه ضاحية فلكت في مدينة أفعبت إقليم شمال البحر الأحمر لإصلاح إعطال معدات الطاقة الشمسية العاملة لتوزيع المياه. وأعرب السكان عن ارتياحهم لإصلاح الحكومة العطل الذي جعلهم يسيرون مسافة 3 ساعات لجلب المياه غير الصحية. وأوضح مسؤول قسم الطاقة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد أحمد آدم تعطل محطتين لتوزيع المياه تعمل بالطاقة الشمسية ومضخات الدفع اليدوي وجرى إصلاحها. وأفاد مراسل إرينا إصلاح مشاريع المياه المعطلة في ضاحيتي نارو تبعت ونارو آنس. وقال مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب أن إصلاح مشاريع المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية والدفع اليدوي سهل من حياة السكان، داعيا للعناية بها جيدا لخدمة أطول. وتبعد فلكت مسافة 10 كيلومترات إلى الشمال الغربي من أفعبت.
أعلن مسؤول فرع الثروة الحيوانية في مكتب الأراضي والزراعة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد هبت مريم أبراهام تطور أنشطة تربية الدواجن في الإقليم، وأوضح ارتفاع عدد مربي الدواجن في الإقليم نتيجة أنشطة التوعية المكثفة والدعم المقدم. وقال أن تربية الدواجن جزء من الزراعة الأسرية المصغرة وتساهم لتوفير الغذاء إلى جانب الفوائد الاقتصادية. وذكر تقديم الدعم لعلف الدواجن والتدريب في كيفية تربية الدواجن. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي قام الجيش المغربي بإطلاق النار ردا على استفزازات مقاتلي جبهة البوليساريو على طول الجدار الذي يفصلهما في الصحراء الغربية المتنازع عليها، وذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد. وقالت الوكالة أنه منذ 13 نوفمبر 2020 قامت ميليشيات البوليساريو باستفزازات عبر إطلاق النيران على طول الجدار الأمني دون إحداث أي أضرار بشرية أو مادية بصفوف القوات المسلحة الملكية. وتقع المحبس شمال الجدار الدفاعي الممتد على نحو 2700 كيلومتر، والذي يفصل منذ نهاية الثمانينيات القوات المغربية عن مقاتلي البوليساريو، وتحيط به المنطقة العازلة وعرضها 5 كيلومترات من الجهتين. وتحدثت البوليساريو التي تدعمها الجزائر عن استمرار المعارك بشكل متصاعد في أقصى جنوب الإقليم بدون تقديم تفاصيل، مؤكدة أن آلاف المتطوعين يتم تجنيدهم للالتحاق بالقوات المسلحة الصحراوية. تناول وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال زيارته إلى باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأفعال العدوانية للغاية حسب وصفهم التي تقوم بها تركيا، وضرورة إقناع رئيسها رجب طيب أردوغان بتغيير سلوكه، خاصة مسألة مساعدتها لأذربيجان في نزاعها أمام أرمينيا على إقليم ناغورني قرباغ. وأتى لقاء ماكرون بومبيو على هامش زيارته إلى باريس التي شدد قصر الإليزية على طابع المجاملة فيها في إطار دقيق غير مسبوق، إذ أن الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب لم يقر بعد بهزيمته أمام جو بايدن، فيما باتت باريس تتطلع إلى العلاقة مع خلفه. وقال بومبيو في مقابلة صحفية أن ما تقوم به تركيا في ليبيا، حيث أدخلت أيضا قوات من دول ثلاثة وأفعالها في شرق البحر المتوسط والقائمة تطول. وشدد الوزير الأمريكي على أن موقف بلاده هو أن تدويل هذه الصراعات مؤذٍ ويضر بكل الدول المعنية، لذلك طالبنا كل الدول بوقف تدخلها في ليبيا سواء أكانت روسيا أم تركيا أم سواهما. وبرعاية موسكو أبرمت أرمينيا وأذربيجان معاهدة لوضع حد للحرب التي اندلعت بينهما في نهاية سبتمبر في إقليم ناغورني قرباغ، لكن هذه المعاهدة اعتبرت مزلة ليريفان لأنها كرست المكاسب الميدانية التي حققتها باكو في الحرب. رحبت منظمة الصحة العالمية بالأنباء المشجعة على صعيد التوصل إلى لقاحات مضادة لوباء كوفيد-19، لكنها أكدت وجوب عدم التراخي. تصريح منظمة الصحة العالمية أتى بعد إعلان شركة موديرنا الأمريكية على لقاحها التجريبي ضد كوفيد-19 أظهر فعاليته بنسبة 94.5% بحسب نتائج مبكرة لاختبار سريري على أكثر من 30,000 مشارك. وأشار الرئيس التنفيذي لموديرنا ستيفان بانسيل إلى أنها لحظة حاسمة في تطوير لقاحنا ضد كوفيد-19. من جهتها أعلنت كل من شركة فايزر الأمريكية وبايونتيك الألمانية الأسبوع الفائت أن اللقاح ضد فيروس كورونا الذي تعملان على تطويره فعال بنسبة 90% بعد التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية الجارية حاليا، وهي الأخيرة قبل تقديم طلب ترخيصه.
الخبر الأخير في هذه النشرة: انتخب البرلمان البيروفي النائب الوسطي فرانسيسكو شاغاستي رئيسا بالوكالة بعد أسبوع من الفوضى السياسية شهد إقالة الرئيس مارتن فيزكارا واستقالة خلفه مانويل ميرنو. وانتخب النواب فرانسيسكو ساغاستي الذي يفتقر إلى الخبرة السياسية الواسعة رئيسا للبرلمان ليصبح بذلك تلقائيا رئيسا للبلاد، لأن البيرو تفتقر إلى نائب للرئيس أثر أزمة سياسية قبل سنة. وانتخب ساغاستي بحصوله على تأييد 97 عضوا من أصل 123 شاركوا في التصويت، وكان المرشح الوحيد. وتستمر ولايته حتى 28 من يوليو 2021 موعد انتهاء ولاية مارتن فيزكارا الذي أقيل في 9 من نوفمبر. وأغرقت إقالة هذا الرئيس الذي يتمتع بالشعبية بعد إجراءات معجلة تشهد على هشاشة المؤسسات البيروفية البلاد البالغ عدد سكانها 33 مليونا في أزمة سياسية جديدة. مشاهدينا، هكذا انتهت النشرة. هذه تحياتي وتحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.